إذا مرحبا بكم عبر هذه المراسلة من سان بيدرو بلا كوت ديفوار. فبعد حضورنا للندوة الصحفية للمدرب وليد الركراكي، واللي أعطى فيها الخطوط العريضة للتحضيرات للفريق الوطني المغربي وكذلك الصعوبات اللي كيوجدها، وكان كله تفاؤل على انه غادي يجري هذه المقابله بالطريقه الاحسن من اجل الظفر بالفوز والتاهل ان شاء الله مباشره الى الدور الثاني. غادي ناخذ كذلك بعض التصريحات ديال الزملاء وناخذ الملاحظات ديالهم وكذلك الانطباعات ديالهم على المقابله ديال اليوم الغد بين المنتخب المغربي وفريق الكونغو الديمقراطيه. اكيد انه مباراه يوم الغد هي مباراه مفتاح من اجل التاهل، تحقيق 3 نقاط ضمان التاهل وبشكل كبير التاهل كمتصدر المجموعه. هذا هو الهدف اللي جينا عليه لسان بيدرو، باش انه كنعرفوا عامل المناخ وعامل الرطوبه والحراره. الناخب الوطني قال انه هذا ليس مبرر، ما نعلقوش عليه الشماعه، ولكن كنعرفوا انه مهمه ما غتكون سهله. انا اعتبر هذه المباراه هي الاصعب في مباريات الثلاثه، لان غنلعبوا في توقيت اللي هو الساعه الثانيه هنا بتوقيت ديال سان بيدرو. لكن كل ثقه في المجموعه. وليد يمكن نسترجع بعض اللاعبين المصابين كعطيه الله خلال التدريب الاخيره، لاعبين اللي يقدروا يعطيو اضافه في دكه البدلاء. كاين واحد المجموعه منسجمه، لكن الهدف اليوم هو انه نشوفوا فريق وطني بنفس الظهور اللي ظهر به في المباراه الاولى، نجيريو الايقاع ديال المباراه كيف ما بغينا. نتمنوا انه يجي هدف في الشوط الاول اللي يقدر يسهل علينا الماموريه. كلنا ثقه. شفنا اليوم وليد ظهر بواحد الايجابيه كبيره خلال الندوه الصحفيه، عطانا ديك الشحنه الايجابيه. حنا كاعلاميين حاضرين كنحسوا بانه وليد كنقل هذيك الشحنه الايجابيه للاعبين. غتكون اصعب مباراه في كوت ديفوار، لان الجرى في الساعه الثانيه بعد الزوال. انت عايش معنا وعارف بان مع الجوج تخرج الزنقه تتفزق، وبالتالي المشكل ماشي هو درجه الحراره، لان عندنا مدن في المغرب فيها درجه الحراره اكثر كمراكش فاس ومكناس، ولكن المشكل هو نسبه الرطوبه اللي كبيره جدا عكس المدن اللي فيها الجو جاف، وهو اللي تيجعل العياء. حنا ما نلعبش كره تنعيا، ولكن ثقتي كبيره في لاعبي المنتخب الوطني المغربي اللي لعبوا بحال المباراه الاولى وتحكموا في ايقاع المباراه وعرفوا فوقاش يهجموا، فوقاش يعطيو الكره للخصم، فوقاش يرتاحوا مع الاحتياط ديال المنتخب الوطني المغربي الذي اصبح اقوى بكثير من الاحتياط اللي كان عندنا في المونديال، وهذا واقع. تنظن بان عندنا من الاليات باش نفوزوا بالمباراه. وليد الركراكي بدا هذه العمليه منذ الكاس العالم، داك الشيء اللي كان مفتقده المنتخب الوطني المغربي عبر عقود من الزمان في شهر قد يردوا، وقد يلم الشمل ديال المجموعه بقيم بسيطه عندنا في المجتمع ديالنا وكلنا ناسينا، رضا الوالدين، النيه والعائله. هذو قيم تنعيشها كل نهار، هو استعملها ونجح في ذلك، واصبح المنتخب الوطني المغربي اقوى ذهنيا من كل المنتخبات اللي عايشها. هي صراحه المقابله ديال غدا ما غاداش تكون سهله بحكم عامل الجو. كنعرفوا المنتخب غادي يلعب غدا في الجوج ديال النهار، وكنعرفوا ان الطقس تيكون حار بزاف وميديتي، غادي يكون شويه صعيب. ولكن كيف قال الكوتش يحاول انه يدخل اللعابه، ما حاول يدخل اللعابه ان يادابتي اللعابه على هذا الجو، وحنا كذلك كصحفيين غادي نتادابطوا مع هذا الجو ان شاء الله وغادي يكون خير. تصريحات المنتخب المغربي وليد الركراكي شدد فيها بشكل كبير على نسيان المباراه الماضيه التي انتصر فيها المنتخب المغربي ب3-0 امام المنتخب التنزاني، وهي بدايه قويه لمنتخب يحتل الان صداره على المستوى الافريقي والعربي والثالث عشر عالميا. وليد الركراكي شدد على ضروره نسيان هذه المباراه بالموازاه مع الحفاظ على نسق هذه المباراه المهمه التي ظهر فيها اسود الاطلس بشكل كبير، وكشروا عن انيابهم بسرعه، وابانوا على انهم يضعون اللقب صوب اعينهم. صحيح المباراه امام الكونغو الديمقراطيه مباراه صعبه، وهذا ما قاله وليد الركراكي. يجب الحفاظ على النسق، لكن نفس النهج، نفس الاسلوب، نفس طريقه التفكير لتحقيق الفوز وتحقيق التاهل بشكل سريع